عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وايامكم كلها فرح وسعادة يا رب. النهارده انا كنت رحت السوق بدري وجبت تسويقه كده من السوق، ويا رب باذن الله الحاجه تعجبكم. والحمد لله رب العالمين الاسعار الى حد ما بدات الدنيا تظبط شويه، ربنا يا رب يرخيها من عنده باذن الله وبفضله وبكرمه يا رب. النهارده يا حبايبي جبنا الخيار. انتوا عارفين ان انا بحب انزل بدري. بنزل بدري ليه؟ لان بسم الله ما شاء الله الفلاحين، في فلاحين بيبقوا لسه جامعين الحاجه بتاعتهم، تبقى الحاجه صبحه لسه ما اتنقضتش، تنقي منها اللي انت عاوزاه. رحت جبت يا جماعه بسم الله ما شاء الله، جبت خيار اهو، صلوا على النبي كده يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. رحت جبت خيار. الخيار كانت الست الفلاحه بتقول ان هو ب 15 جنيه. المهم ان انا فاصلت معاها شويه. انتوا عارفين الست يعني المصريه وكده بتحاول ان هي تفاصل وايه وتوري الناس ان هي شاطره يعني. تمام. فانا هي كانت الست بتقول لي ب 15 جنيه، فانا خدته ب 12 جنيه. تمام. فاصلت معاها وخدته ب 12 اهو يا حبايبي. خيار بسم الله ما شاء الله، ويعتبر لسه مجموع وجميل جدا واخضر وزي الفل. واهم حاجه وانت بتنقي الخيارايه تبقى ناشفه، تمسكيها في ايديكي، ما تنقيش الخيارايه الطريه، تنقي الخيارايه اللي تلاقيها ناشفه معاكي وتلاقيها بتقرمش. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، شفتوا الصوت؟ بصوا الخيارايه لازم تبقى ناشفه وتبقى مقرمشه كده. حاولي ما تنقيش الخيارايه الطريه. تمام. جبنا كمان يا حبايبي بدنجان رومي. البدنجان الرومي دوت ينفع لو عملنا مسقعه او عملنا مثلا سلطه بابا غنوج ولا حاجه. البدنجان الرومي دوت يا حبايبي كيلو وربع ب10 جنيه. كيلو وربع ب10 جنيه برضو بسم الله ما شاء الله، الحاجه صبحه وجميله وزي الفل. تمام يا حبايبي. جبنا كمان طماطم. الست كانت بتقول لي الطماطم كيلو ونص ب10 جنيه، فانا فصلت معاها وقلت لها خلاص بدل 7 هاخدها ب6 جنيه. طبعا في الاول عصلجت معايا وقالت لي لا وما ينفعش وكده. قلت لها لا ده الصغيره، وانا مش هنقي الكبيره، انا هنقي الطماطم الصغيره، بتنفع في السلطه وتنفع في الوصفات كانها زي شير الطماطم كده بالظبط. طبعا انتوا عارفين شير الطماطم اللي هي بتبقى صغيره دي تنفع برضو، يعني تقضي الغرض وتمشي الامور وما تقولش لا. اهي يا حبايبي الطماطم دي جايبه الكيلو ب6 جنيه، جبت 2 كيلو ب12 جنيه. بصوا جميله وحمرا ازاي وصبحه وزي الفل. بصوا. وجبت هنا يا حبايبي كمان كوسه برضو لسه مجموعه من الارض الزراعيه. يا حلاوتها بقى كده وهي لسه طالعه، وتشوفي منظرها كده تحسي ان انت عاوزه تاكليها حتى لو هي نيه، جميله وخضره وزي الفل. بصوا يا حبايبي الكوسه، بصوا. ودي كمان بتبين اللي هي لسه مجموعه من الارض الزراعيه. تمام. ادي الكوسه يا حبايبي، جايبين الكوسه النهارده الكيلو ب15 جنيه. تمام اهي. وجبت كمان جزر لزوم بقى لو حبينا نعمل تورلي مثلا، لو حبينا نعمل شوربه خضار، لو حبينا نعمل اي طاجن مثلا بالخضار ولا حاجه. الحاجات دي البيت ما يستغناش عنها ابدا ابدا ابدا، وجودها في البيت احسن من الفلوس كمان. جبت كمان يا حبايبي الجزر برضو صابح وجميل اهوت. الجزر ب15 جنيه اهو يا حبايبي. تمام كده. نيجي بقى للبطاطس. قلت اجيب بطاطس عشان طبعا بتنفع في الفطار وتنفع في العشاء وتنفع لو هنعملها صينيه او هنعملها مطبوخه، هنعملها بيضه، هنعملها بالصلصه، كل حاجه تنفع مع البطاطس، وبرضو وجودها في البيت لا غنى عنه. اهي يا حبايبي دي بطاطس تحمير اللي هم بيقولوا عليها مناقطه حمراء. دي بطاطس تحمير تنفع صواني وتنفع كل حاجه، صوابع شيبسي، تنفع كل حاجه. اهي يا حبايبي 2 كيلو بطاطس ب25 جنيه، الكيلو ب12 جنيه ونص. تمام اهو يا حبايبي. تمام كده. ايه رايكم بقى في التسويقه بتاعت النهارده؟ انا كان عندي عنب فانا ما جبتش النهارده بصراحه فاكهه. التسويقه بتاعتي كانت مجرد خضار وبس. وان شاء الله باذن الله برضو هبعت اشتري كابوتشا وهوريها لكم تاني واحنا بنعمل، واحتمال كبير باذن الله ان شاء الله النهارده نعمل طبق سلطه جميل كده مشكل، ينفع طبعا وصحي ومغذي وجميل. واستنونا ان شاء الله ونوريكم يا رب كل جديد. وكمان يا حبايبي جبنا من ضمن التسويقه فلفل الوان، طبعا زي ما احنا قلنا لزوم السلطه برضو جبنا فلفل الوان. هو الكيلو ب30 جنيه، انا جبت 4 بس، طبعا هو على حسب الوزن. تمام. دولت يا حبايبي عاملين 17 جنيه ونص. جبت فلفل الوان، جبت اصفر وجبت احمر اهو زي ما انتم شايفين، وانا اصلا عندي فلفل اخضر. تمام يا حبايبي اهو فلفل الالوان الطبيعي بتاعنا خالص اهو، اصفر واحمر. تمام. وجبت كمان خس واحده كابوتشا،
قلت برضو تنفع في السلطه. هو غالي دلوقتي طبعا شويه لان الحر طبعا مبهدل الزرع والكلام دوت. ولما سالت الست اللي بتبيعه قالت لي ان هو قليل قوي ومش هتلاقي منه، مش موجود كتير. طبعا هو موجود في السوبر ماركت وكل حاجه، بس ايه، انا بحب اجيب حاجتي من الفلاحين، يعني بتبقى الحاجه لسه طازه اكتر من انها تتركن فتره في السوبر ماركت او كده. تمام. فانا جبت واحده اهوت. الكابوتشيه ديت تعتبر ب10 جنيه، فانا قلت اجيبها تنفع برضو للسلطه. تمام يا حبايبي. هنعمل بقى طبق سلطه ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه يا رب يا حبايبي عاملين ايه النهارده؟ هنعمل طبق سلطه بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه خالص. مكوناتنا النهارده هتبقى اي خضار انت حابه تحطيه في السلطه. انا حاطه النهارده حاطه طماطم وحاطه خيار وحاطه فلفل الوان وادي جزر وادي بصل وادي كابوتشا اللي هو الخس، يعني خس الكابوتش. تمام. وهنا الدريسنج بتاعنا فيه ملح وفيه كمون وفيه هنا توم. لو قربتوا شويه هتلاقوني هنا حاطه توم، بشره توم، وهنا معلقتين زيت زيتون، وهنا ليمون برضو بس انا مرضتش اعصره، قلت اسيبه لكم عشان ايه نشوفه الاول. ادي الليمون هنعصره برضو على الدريسنج بتاعنا كده بالشكل ده. يبقى احنا حاطين في الدريسنج دوت ملح وكمون ومعلقتين زيت زيتون وتوم مفروم وادي ليمونيه منضفينها من البذر وادي عصره ليمون. تمام يا كده يا حبايبي. ده الدريسنج. هنبدا بقى في طبق السلطه. هنبدا نقطع الطماطم ونقول بسم الله كده بالشكل ده اهو يا حبايبي، بالتقطيعه اللي انت حباها وبالتقطيعه اللي انت عاوزاها. عايزاها كبيره مفيش مشكله، عايزاها صغيره مفيش مشكله، اهو بالشكل ده كده زي ما انت شايفه معانا اهو. طبق سلطه جميل ومفيد وينفع للاطفال اكيد ان شاء الله باذن الله الاطفال هتحبه برضو. ممكن نحط فيه اضافات على فكره، ممكن نعمل بطاطس مسلوقه ونقطعها قطع جواه برضو بنفس الطريقه وبنفس الخضار، بيبقى جميل وقيمه غذائيه عاليه جدا. هنكمل بقيه تقطيع الطماطم وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم يا حبايبي كده. خرطنا كميه الطماطم اللي احنا عاوزينها. هنبدا نخرط الجزر برضو زي ما اتفقنا بالطريقه اللي تعجبك، مش لازم تاخدي الطريقه بتاعتي بالظبط، لا. في ناس ممكن تبشر الجزر لو هو ناشف عليها او حاجه او ناشف على الاطفال، ممكن نبشره مفيش اي مشكله خالص. اهو يا حبايبي بالشكل ده كده ادي الجزر. هنكمل بقيه تخريط الجزر ونرجع لكم تاني. كده يا حبايبي قطعنا الطماطم وقطعنا الجزر. هنبدا نقطع الخيار، قطع الخيار بالشكل ده. نحاول نخليهم كلهم بمقاس واحد عشان بس يبقوا ايه، يبقى شكل الطبق متجانس وجميل اهو يا حبايبي بالشكل ده كده. طبق سلطه جميل ومغذي ومفيد وبسيط خالص، ممكن نتعشى منه يبقى جميل قوي. كمل بقيه تقطيع الخيار بالشكل ده يا حبايبي اهو. نحاول نخليه مقاس واحد اهو بالشكل ده يا حبايبي كده. في ناس ممكن تقشر الخيار براحتك خالص، بس الجزر كده كده لازم نكون غاسلينه ومقشرينه. طبعا كل الحاجات اللي احنا بنحطها على السلطه طبعا احنا غاسلينها الاول ومنضفينها. تمام اهو. ونبدا نقطع الخيار بالشكل ده زي ما احنا قايلين اهو. هنكمل بقيه الخيار ونرجع لكم تاني. ودلوقتي هنخرط البصل اهوت بالشكل ده. اهو يا حبايبي كده بالطريقه دي كده. كل حاجه طبعا زي ما احنا قلنا مغسول. طبعا كل حاجه لها فايدتها سبحان الله. ربنا جعل الخضار كل ما تكتري في الالوان بتاعه السلطه كل ما فايدتها بتعلى. وادي الفلفل الالوان اهو يا حبايبي. هنقطع الفلفل الاحمر بالشكل ده. ده كده فلفل احمر اهو برضو بالطريقه دي كده.
فين يا حبيبي؟ شايفين ايدي يا حبايبي وشايفيني وانا بقطع اهو بالطريقه دي كده. الطبق اهو زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي اهو. اهو يا حبايبي بنكمل بقيه الفلفل الاحمر. بالشكل ده كده. نخش بقى على الفلفل الاصفر. طبق جميل ممكن ان احنا نحطه جنب الاكل، مفيش مشكله خالص. نحطه نتعشى بيه هو لوحده. طبق سلطه عشاء خفيف وجميل جدا لوحده، مفيش منه اي مشكله خالص. اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. تابعونا يا حبايبي على قناه منى عرفات، ويا رب فيديوهاتنا كلها تعجبكم وتنال اعجابكم، ونحاول نفيدكم ولو بحاجه بسيطه. ونيجي هنا يا جماعه للكابوتشا. خلاص يا حبايبي كده اخر حاجه هنقطعها هي الكابوتشا او الخس الافرنجي على حسب برضو كل واحد بيسميه ايه. اهو بالشكل ده اهو بالطريقه دي يا حبايبي كده. جميله جدا وبسيطه جدا ومغذيه، وباذن الله تعجبكم وباقل التكاليف برضو. مش بنحط حاجات مكلفه. ممكن نضيف على الطبق دوت زي ما احنا قلنا مكعبات بطاطس مسلوقه محطوطه جوه الخضار ده، بتزود قيمته الغذائيه وبتخليه كانه طبق للغدا. ينفع طبق للغدا وينفع للعشاء، يعني مش عشان هو سلطه يبقى طبق جانبي، يعني ينفع يكون طبق جانبي وينفع يكون طبق للغدا وينفع يكون طبق للعشاء. واهم حاجه ان هو حاجاتنا تعجبكم باذن الله. ودلوقتي يا حبايبي طبق السلطه بتاعنا بقى جاهز. فاضل بس حاجه بسيطه ان احنا هنبدا نحط الدريسنج بتاعنا اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو، اللي هو ملح وكمون وثوم مبشور وزيت زيتون بس. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده نبدا نحطه اهو على طبق السلطه كله بالشكل دوت يا حبايبي. ونبدا نقلب كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نقلب طبق السلطة كله من فوق لتحت عشان كل المكونات تخش في بعضها، والصوص اللي احنا عاملينه ينزل وياخد كل الايه والخضار كله يشرب منه. ممكن يا جماعة نحط كمان فاصوليا، الفاصوليا البيضة لو سلقناها برضو ولا حاجة، وممكن نحطها مع الطبق دوت زي ما انتم شايفين كده. ممكن نحط بطاطس مسلوقة ومتقطعة مكعبات. ده يعتبر طبق جانبي، يعتبر جميل ومغذي وخفيف ومش مكلف كمان. اهو يا حبايبي بقى طبق السلطة زي ما انتم شايفين كده. يا رب ينال اعجابكم وكل فيديوهاتنا باذن الله تعجبكم، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. وما تنسوناش يا جماعه في اللايك وادعمونا واعملوا سبسكرايب للصفحه، صفحه منى عرفات باذن الله، واعملوا جرس، فعلوا زر الجرس عشان باذن الله كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم. وادعمونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.